احلى لولي بتتمرجح، لولي اللولي اللولي احلى من البنوري، حبيبتي اللولي اللولي. جوجة معانا، جوجة النهارده حبيبة خالتها. ايوه يا جامد، احلى بنات في الدنيا دول ولا ايه؟ ايوه العبوا العبوا العبوا. وهنا كان الجزء التاني من رحلتنا في عين الحياة. نوجا وجوري دخلوا يلعبوا الألعاب، وطبعا الألعاب دي للأطفال بس، يعني محمد ما ينفعش يلعب فيها وزياد ما ينفعش يلعب فيها. وعشان كده هتلاقوا ان الصبيان ما تصورتش لانهم كانوا بيلعبوا اصلا لعب كبيرة، واحنا طبعا قاعدين مع البنات، فيعني الصبيان دايما بقت مظلومة. تكبر خلاص بقى نبقى احنا مع الصغيرين والصبيان مع نفسيهم يعني. وهنا بقى بيزحلقوا على بيت الكور بقى وبيبقوا بصوا خايفين لا يقعوا ايه يتعملوا يتوجعوا. بعد كده لولي هتروح للترومبلين، بتحبه قوي وخدت جوري معاها. البتاعة دي عالية قوي، يعني انا مش متخيلة نفسي انا لو طلعت كل السلم ده واتنططت فيها، يعني مش عارفة، حاساها تكون صعبة قوي، بس هما العيال بيحبوها برضو. فهنا جوري الاول عملتها واتشقلبت، وهنا لولي بقى تعملها برضو. بصوا لازم يتنططوا كده عشان تتزحلق هي اكيد ممتعة والله، يعني اكيد ممتعة. انا عايزة اروح يعني اركبها، بس بقى طبعا في مول مصر عشان يكون للكبار. بسمع ان في الحاجات ديت هناك للكبار وكده، فان شاء الله يعني هيكون لنا تجربة ان احنا نروح مرة ونجرب الحاجات بتاعة الاطفال. وهنا كانوا عاملين حفلة برا وقاعدين ينوروا انوار بقى، فقلت اصور لكم كده ويطلعوا حاجات كده شكلها حلو. يعني بجد المكان اصلا روعة قوي، بيخليك تحس كده ببهجة وحاجة حلوة. هنا بقى طلعوا طبعا لقوا في واحدة على المرجي على اسمه ايه قلنا ترومبلين. فهم استنوا للاخر خالص عشان ينزلوا، عشان ما يخبطوش في بعض، يعني هم شاطرين برضك في الحركة ديت عشان ما يخبطوش في بعض، فبيستنوا واحد واحد ينزل بدل ما يطقشوا ببعض زي البيض يعني. فلا كده حلوة جدا. وهنا بقى بيطلعوا تاني، واو لا 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 لا, لا. بس زحلية لا ممتعة يا جماعة. فمش عارفة جربتوا انتوا البتاع ده ولا لا؟ لو جربتوه قولولنا هو ممتع ولا لا. جوري بقى كانت مبسوطة اصلا، جوري كان نفسها تروح المكان دوت لانها هي من بعيد اصلا من النهضة، فعما بتجيلنا بتبقى يا عاوزين ايه بقى كل فين وفين. فعشان كده بقى قلنا ايه نروح نتفسح مع بعضينا كده. وهنا لولي طالعة تاني برضو، بس هنا كانت لوحدها، جوري كانت بتلعب بقى لعبة تانية. جوري قالت انا هفضل طول اليوم بقى على اللعبة دي، لا انا لازم اغير بقى، كفاية عليهم كده. وهنا طلعت بقى تاني تتنطط، وما مش عارفة بيعشقوا حاجة اسمها تنطيط على فكرة. في الاخر العيل يجي البيت يقولك انا تعبان يا ماما. وهنا بقى نوجا كانت بتتمرجح. دي مرجيحة كانت قصيرة عليها، كانت نوجا رجليها مش عارفة تعملها، حاساها ان هي صغيرة، بس انا كان نفسي اركب المرجحة دي والله يا جماعة، نفسي اركبها. بس الراجل كان على طول باصص ممنوع غير للاطفال. ده ايه يعني مالهم الكبار؟ يعني الكبار مالهم عادي يعني، بس يلا بقى عادي. وهنا بقى برضو بتتمرجح. بصوا يعني لا لذيذة لذيذة لذيذة. جنبيها نونا بتبص عليها، انت بتعملي ايه يا بنتي؟ انت واقفة كده ليه؟ لا نوجا بتعمل عليها وهي واقفة، بس اللي في النص بحسها احلى ما نوجا بتركبها. وهنا نوجا جت ترجع تاني يعني مش عارفة. وهنا بقى جوري معاها، بس جوري قررت ان هي تطلع من المكان ده، ومكان صعب جدا على فكرة، يعني صعب ان حد يطلع منه، بس جوري قالت انا لازم اتسلق الجبال. انا حسيتها قوي كده ان هي بتتسلق الجبال لغاية ما توصل، وبقيت قاعدة لا هتقعي، كنت خايفة ان هي تقع تاني بس لا هي طلعت جوجة شاطرة وتسلقت الجبال، بس طلعت جابت اخرها تعبت خلاص. ما هو بجد صعب قوي ان انت تطلع من الناحية دي، يعني السلم ده انا السلم وبقول عليه صعب، تخيلوا بقى ان ديت وبتزحلق فاصعب واصعب، يعني حاجة مش سهلة خالص. وهنا اتزحلقوا تاني برضو، وبرضك بقى ايه هيكملوا
ويطلعوا تاني. نوجا جت تجرب لقيتها صعبة، قالت لا انا مش طالعة من هنا تاني، انا هروح اطلع من عند السلم. صح يا صعبة. لا، في ترمبلين للاطفال برضو في نفس المكان اللي جنبينا ديت، للاطفال الصغننين بقى اللي ما بيحبوش الاماكن العالية. بصوا جوري كانت خلاص تعبت بقى، ما بتطلع بطريقة متعبة اصلا يا عيني. قالت انا هريح لي فوق كده ساعتين 3 وتبقوا صحوني. وبعد كده بقى قالت لها نوجا لا يلا بس يا جوري خلينا نلعب بسرعة قبل ما الوقت بتاعنا نخلص. بس هو بوقت على فكرة، نص ساعة باين يعني، نص ساعة بيلعبوا في الألعاب. بس أكتر لعبة حبوها ولعبوا فيها هي اللعبة ديت، كانوا مبسوطين فيها يعني، وقاعدين يلعبوا فيها كده بمتعة. هنا وقعوا على بعض عادي يعني، وراحوا بقى قايمين تاني. راحوا نوجا عايزة تلعب عقلة. يا نوجا تلعبي عقلة؟ يا ماما انا عاوزة العب عقلة عشان اطول، انا سامعة ان العقلة بتطول. طب يا نوجا يلا يا حبيبتي العبي العقلة. فجوري كانت بتلعب على المرجحة ونوجا لعبت العقلة فعلا، وبجد انبسطت جدا ان هي عرفت تلعبها لانها اول مرة. بس يا عيني بقى ايديها وجعتها قوي، العقلة فعلا بتوجع الايد وعايزة حد يكون متعود عليها. وهنا جوري قالت لي انا هعملها انا كمان، بس جوري كانت واقفة على المرجحة يعني. هنا نوجا بقى كمان جابت عربية وقالت ان انا بقى لا انا لازم العب بقى قبل ما امشي، اخد العربية بقى كمان. كنا احنا خرجنا، بصوا ده المكان من بره، وفي ملاعب تنس وملاعب كورة وملاعب كل حاجة، في تأجير سكيت تأجير موتوسيكلات. وبعد كده يا جماعة برضو فضلت تلعب تاني يعني. العربية دي كانت مبسوطة فيها من ساعة ما دخلت وهي بتقول انا عايزة العبها. وطبعا كانوا ماشيين خايفين ان هي والبنت يخبطوا ببعض، فرحت نوجا محودة وبعد عنها، بس شاطرة ان هي بتعرف تعمل كده. هنا عمو ده كان معدي وكانت خايفة قوي، راح قال لها ده انا اللي هخاف منك كده. كان حد لذوذ جدا والله يعني، ربنا يبارك له، قعد يهزر معاه شوية. هنا نوجا كانت عايزة تشغل الفرامل باين ما مش عارفة تشغلها، فدوسنا لها عليها. وبعد كده بقى هي انطلقت. لا بس طلعت نوجا سواقة يعني، طلعت سواقة ممتازة يعني، بتعرف تسوق كل حاجة. على فكرة جوري أجرت البتاعة دي كمان بس بعد نوجا يعني، لاني كانت ما عندهمش غير واحدة بس الحمرة، والموتوسيكلات قالوا ان هي بتاعت الاطفال، فكان لازم نوجا الاول تخلص بعد كده جوري تركبها وكده يعني. عيال بجد يا جماعة مهما تحطوها بقى وتلعب ما بتزهقش، لازم يلعبوا كل اللعب، وعايزين اصلا يعيشوا في مكان اللعب الصراحة يعني. الفسحة دي حلوة جدا بعيدا عن المذاكرة اللي احنا بقينا فيها الايام ديت وحرقة الدم والضغوطات. حرفيا انا اللي بقيت مضغوطة جدا جدا من المذاكرة يعني، انا حاسة اني انا اللي بتعلم والله يعني. لولي بتتعب وكل حاجة، بس عارفين الامهات بيكون عليها ضغط عالي. انا لما بخرج بحس ان نفسيتي اتغيرت وانا في الشارع، ارجع البيت اتعب تاني. فعارفين الاحساس ان انا عايزة افضل في الشارع ده، مش عايزة اروح البيت. والله العظيم بجد مضغوطين ضغوطات رهيبة. يلا يلعبوا، بصورك يا ماما والله. عايزاك تصوريني بطيء. صوريها. اقفل لك الباب يا ست هانم. مش هيتقفل غير في 6 شهور. يلا يا ست هانم، يلا ادي الاولاني وخش. يلا سوق. يا جامد. هاتي ورا، يلا هاتي ورا. فين ضربت؟ سواقة أعصاب.